السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب أنا هبتدي على طول، وإن شاء الله يكون صوتي واضح، سواء بقى الناس بتتفرج عليا لايف أو هتعيد اللايف وتشوفه في الريبلاي. فخلينا كده نقول بسم الله ونبتدي في لايف زتونة الكارير شيفت. واللي عارفني من زمان عارف قد ايه انا شخص بيحب الزيتون، والزيتون هنا المقصود بيه هو خلاصة او عصارة التجربة، فكرة الدروس المستفادة من تجربة معينة، فده اللي اقصده في الزتونة. وقبل ما ابتدي حابة اعمل 2 ديسكليمر الحقيقة. في اللايف ده انتوا هتسمعوا نصايح، هتسمعوا تيبس، وهتسمعوا تجربة ذاتية جدا وشخصية جدا. وفي حاجة انا الحقيقة مش بحبها قوي على السوشيال ميديا، ان الناس لما بتيجي تسمع تجربة بتسمع تجربة وتفرغها من الكونتكست بتاعها. يعني ايه الكونتكست بتاعها؟ يعني السياق اللي هي حصلت فيه. السياق ده بيدخل فيه ايه؟ السياق ده بيدخل فيه امكانيات الشخص، قدراته، ظروفه، تجاربه. فمفيش تجربة نقدر ناخدها كوبي بيست كده زي ما هي ونقول عليها ايه هي دي، انا همشي نفس الطريق بالظبط فهوصل نفس النتائج. ولكن تقدروا تاخدوا من اللايف ده الحاجات اللي تفيدكم، الحاجات اللي نورت معاكم، والحاجات اللي انتوا حاسينها مش كومباتبل، مش لايقه، مش ظابطه معايا، مش مقتنعه بيها، ما تعملوهاش بكل بساطه. فده اول ديسكليمر. الديسكليمر التاني، وانا بحضر اللايف ما كنتش قادره افرغ من المحتوى فكره كوني واحده ست. وكوني واحده ست هنا اقصد بيها ان كان في فترات في حياتي انا بقدر اقول فيها انا هبوظ شغل تماما، هوقف شغل تماما. زي اول الجواز مثلا، لما قعدت 3 شهور كده ما بعملش اي حاجه، قاعده في البيت. فده بيكون شويه تشالنجينج للرجاله اللي دايما بيكون عندها جزء مادي، هي مسؤوله انها بتصرف، فما بيكونش عندها رفاهيه ان انا مش هشتغل او ان انا هعمل بوز. والجزء الثاني الستات اللي هم ب 100 ست اللي شايلين بيوت على كتفهم وهم اللي بيصرفوا عليها. فممكن تكون تجربتي دي مش هي التجربه الامثل اللي تساعدك او اللي تحرك لك حاجه في حياتك يعني. فانا يمكن مخصصه اكتر كلامي النهارده للستات، ولكن ده لا يمنع ان انت تقدر تلاقي حاجه تفيدك في هذه التجربه او تنور لك طريقك. ولكن تاني انا بتكلم من واقع تجربه واحده ست، ودي نحط تحتيها كذا خط. طيب دول كل التو ديسكليمرز اللي كنت حابه ابتدي بيهم. لو في ناس شايفه ناس ابتدت تجوين فبس طمنوني ان انا صوتي كويس وان انتوا سامعيني كويس. ومساء الفل عليكم جميعا. انا مين؟ انا اسمي روان السيد، وحاليا انا بشتغل حاجه اسمها كواليتي ليفنج اند مامز كوتش. يعني ايه الكلام دوت؟ كواليتي ليفنج يعني انا بساعد الناس تعمل ريديزايننج، تعيد تصميم شكل حياتها بناء على احتياجاتها وبناء على امكانياتها وبناء على الشكل اللي هم حابين يعيشوا بيه حياتهم. فبالتالي يبقوا عايشين حياه مور فولفيلنج، حياه هم مليانين بيها، حياه هم سعداء فيها اكتر وراضيين عن حياتهم فيها اكتر. ده الجزء الاولاني من التايتل. الجزء الثاني وده يمكن الناس اكتر تعرف عنه، هو الجزء الخاص بالامومه. ان انا بشتغل مع الستات من اول الست اللي حابه تحمل وخايفه من هذه التجربه الى الحامل، الى الام، على مختلف بقى المواضيع، سواء كان الموضوع ده ليه علاقه بمخاوفها من الامومه، ليه علاقه بفكره ان انا بقيت ام وعايزه اظبط شكل حياتي مع الامومه، والامومه ما تشرطنيش افضل انسان له اهتمامات وله حياه وفي نفس الوقت قادر يقوم بدور الامومه ده بحب وبعطاء. فده كده شغلانتي الحاليه ووظيفتي الحاليه، اللي هي من 10 سنين لو حد قال لي ان انت كنتي النهارده هتبقي بتعملي اللايف ده بتتكلمي عن الكارير شيفت، عمري ما كنت هصدقه اساسا. لان الحكايه يعني ابتدت بشكل غريب جدا. انا في الاصل، قبل ما اقول لكم انا في الاصل، انا هقول لكم انا هتكلم في ايه النهارده. هتكلم في 3 حاجات. اول حاجه هي فكره امتى بعرف ان انا محتاج اشفت ماي كارير او اغير اتجاهي او اغير المجال اللي انا فيه، وازاي بعمل الترانزيشن بشكل سموث، ازاي بعرف اغير من مجال للتاني بشكل ما يلخبطليش حياتي، ما يلخبطش مادياتي، ما يعطلنيش، ما يوقفنيش. واخر حاجه واهم حاجه فيهم هي اهم المهارات والعقليه او المايند سيت اللي محتاجه اكون متبنياها عشان اقدر اتميز في اي مجال انا هخش فيه، ايا كان المجال اللي هخشه اقدر اكون شخص مميز فيه. ده الكلام اللي انا هتكلم فيه النهارده في اللايف باذن الله. هتكلم فيه عن طريق
تجربتي الخاصه، تجربتي الذاتيه. فهتلاقوني بحكي حاجات من حياتي وبنطلع منها كده ريفلكشنز وحاجات انا فعلا اتعلمتها في كل مرحله منهم. فنبتدي بقى الحدوته خالص من البدايه. الحدوته ابتدت امتى؟ الحدوته ابتدت سنه 76. الحدوته ابتدت لما انا دخلت كليه صيدله. انا كنت طالبه متفوقه ونجيبه زي ناس كتير منكم. جبت مجموع في ثانويه عامه ودخلت كليه صيدله، وزي ناس كتير هخش كليه صيدله بقى وهخترع ادويه وههد الدنيا. اتفاجئت ساعتها، يعني انا كانت دايما مشاكلي مشاكل فلسفيه جدا. ايه هي المشاكل الفلسفيه؟ المشاكل ان انا كان عندي مشكله كبيره مع طريقه التعليم بتاعتنا اصلا. كان عندي توقعات عاليه جدا جدا في الكليه ان احنا هنقدر ناخد حاجات فيها ابلكيشن وفيها تطبيق، ولكن كل توقعاتي دي يعني اتقابلت بشكل مختلف تماما. فبعد شويه احباط كده وانا مش فاهمه انا هعمل ايه وانا بعمل ايه هنا، ابتديت الاقي نفسي ويفتح لي باب ويفتح لي دراعاته كده مجال التطوع ومجال السيفل ورك ومجال المؤسسات اللي هي الان جي اوز الغير ربحيه، كانها كده كانت البديل لفكره الكليه. انا كنت بنجح في الكليه وبكمل عادي عشان كانوا اهلي كان لازم عشان اعمل الحاجات اللي بحبها كان لازم انجح في الكليه، فانا كنت بنجح في الكليه. بس ابتديت احس ان الصيدله دي مش مكاني، وابتديت اخش مجال التطوع. حصل ايه بقى في مجال التطوع دوت؟ ده كان اول اختبار ليا اصلا، لان لما دخلت المؤسسات دي لقيت الناس بيتكلموا عن يعني جوه المؤسسه في حاجه اسمها او سي وفي حاجه اسمها اتش ار وفي حاجه اسمها بي ار. طبعا ده الشكل المصغر للشغل الكبير لما نخرج بره العالم الشغل بعد الجامعه يعني. بس ابتديت الاقي ايه يعني عباره عن انت محتاجه تتخصصي في حته، انت محتاجه تعملي حاجه. طب هل انا عارفه اصلا انا عايزه ايه؟ هل انا عارفه اصلا ايه الحاجات اللي بتميزني؟ هل انا عارفه اصلا ايه الحته اللي انا هنور فيها اكتر؟ ما كانش عندي اي فكره، زيرو. يعني ممكن اكون كل اللي انا كنت اعرفه ان انا الحمد لله اهلي زرعوا فيا مبادئ وقيم خلال تربيتي، لكن بحب ايه، هوايات ايه الحاجه اللي هتميزني ما اعرفش. وده اول لسن انا اتعلمته. ايه هو بقى اللسن اللي انا اتعلمته هنا؟ ان عشان تعرف انت عايز بتحب ايه انت محتاج تجرب. يعني من غير ما تجرب مش هتعرف. فانا فاكره في سنه من السنين اعتقد في 2015 انا كنت بشتغل اتش ار في مكان طبعا على شكل مصغر، يعني ايام السيفل ورك دي كانت حاجات كده ايه نونو بالنسبه للشغل بعد كده. بس انا فاكره في سنه من السنين فعلا كنت بشتغل اتش ار واو سي، بشتغل في مؤتمرات وبنظم مؤتمرات وبشتغل اصلا في شركه تنظيم مؤتمرات وبي ار في مؤسسات اخرى. الحاجه اللي بصيت لها وقلت دي مش شبهي كانت الاكاديميكس اللي هي الاكاديميك كوميتي دي، لان كنت حاسه ان الشخص اللي بيلعب في الحته دي لازم يكون عنده حاجه يقولها للناس، وانا ما كنتش حاسه ان عندي حاجه اقولها للناس في اللحظه دي. عشان اكتشف وقتها ان انا ايه الحته اللي شبهي هي البي ار، ايه الحته اللي انفع فيها هي مجال الببليك ريليشنز. فهنا نطلع بدرس مستفاد. من غير ما تجرب مش هتعرف اي حاجه. ساعات بتجرب عشان تعرف انت بتحب ايه، وساعات بتجرب عشان تعرف انت ما بتحبش ايه. فالتجربه هي خير برهان. طب من واقع شغلي ككوتش، مشكله الناس في التجربه بتبقى ايه؟ مشكله الناس في التجربه بتبقى ان انا خايفه افشل. طب قدر دخلت المجال ده وخيشت فيه وما نفعتش فيه، هعمل ايه؟ هي دي المعضله اللي الناس بتعطل فيها وبتقف فيها. الخوف من الفشل، مش الخوف من التجربه في مش التجربه في حد ذاتها، لا الخوف من الفشل. لو احنا قدرنا نصاحب الخوف ده ونسمع هو بيقول لنا ايه وناخد منه خطوات يعني تطمنا، هيودينا في حتت كويسه جدا. فدي كده كانت اول حاجه عرفتها في فكره الكارير شيفت، ان انت لازم تجرب. من غير ما تجرب مش هتعرف اي حاجه. عدت الايام والسنين واتخرجت من الكليه. في الفتره دي انا عملت حاجات كتيره جدا، انا باخد لكم كده ايه يعني مونتاج نطه كبيره. واتخرجت. انا يعني عايزاكم تفتكروا معايا كده لحظات التخرج بالنسبه لكم كانت عامله ازاي، وتشاركوني حتى في الكومنتس التخرج بالنسبه لكم كان عامل ازاي. بس انا فاكره احساسي كويس جدا وقتها، ان طيب بعد ما عملتي الحاجات الكتير اللي انت عملتيها في الجامعه والسي في العظيم اللي انت عملتيه، ناو وات؟ عارفين الاحساس بتاع ايوه هنعمل ايه بقى؟ طب انت بتحبي مجال رياده الاعمال، هل هتبتدي بزنس مثلا؟ لا، ما انت لسه ما عندكيش الشجاعه الكافيه لده. طيب هتشتغلي ايه؟ ساعتها انا فاكره ان انا جبت كده لسته بكل مجالات كليه صيدله، وقعدت استبعد. اول حاجه انا ممكن اشتغل في صيدليه، لا ما انا جربت اقف في صيدليه وما انبسطتش، طب خلاص دي اوت. طيب هتشتغلي في مصنع ريسيرشر مثلا، طب انا ما بحبش مجال كليتي اساسا فهشتغل فيها ريسيرشر، اوت. طيب هتشتغلي ميديكال راب، طب ما انا جربت اشتغل ميديكال راب وانا في الجامعه كانترن في شركه سانوفي وفي باركفيل،
وعلى فكره كنت بيست اتشيفر فيهم، يعني كنت سكند بيست اتشيفر في الاماكن دي. بس كان في حته كده انا مش مرتاحه في شغلانه الميديكال ريب، مش حاساها شبهي، مش حاساها بتاعتي. عملت هنا خطوه مهمه جدا جدا بنصح بيها اي حد عايز يعمل شيفت كارير انه يعملها. ما كنتش اعرف وقتها اللي انا بعمله ده ان ليه اسم اصلا في العلم وان الكارير كوتشز بيستخدموه، بس عملت الخطوه دي. الخطوه دي اسمها ايه؟ اسمها الانفورميشنال انترفيو. يعني ايه انفورميشنال انترفيو؟ يعني انت بتروح تقعد مع الناس اللي شغاله في المجال اللي انت عايز تروح له، وبتعمل لهم كده انترفيو، تقعد تسالهم عن كل حاجه. المجال ده عامل ازاي؟ مزاياه وعيوبه هي ايه؟ السالري بتاعه عامل ازاي؟ طيب الكارير بروجريشن، يعني انا هترقى، هبقى ايه، هكبر، هروح فين، التطور بتاعي في الشغلانه دي هيوديني لفين؟ تسال عن كل حاجه. انا عملت الموضوع ده مع 3 من الناس اللي كانوا في النتورك بتاعتي، وكانت نتيجه هذا الانفورميشن انترفيو اني قلت لا، انا مش هشتغل ميديكال راب، حتى لو دي الحته اللي شبهي. انا المفروض كنت خريجه صيدله، ويعني كاني خارجه ب2 بكالوريوس، معايا بكالوريوس صيدله ومعايا بكالوريوس رياده اعمال وبزنس، من كتر ما انا كنت مفروضه جدا في هذا المجال وبعمل فيه حاجات كتير وبشتغل فيه كتير جدا. فقلت لا، انا مش هشتغل في الحته دي، لحد ما ظهر لي اعلان شركه بتعمل حاجه اسمها ميديكال ماركتنج. ايه الميديكال ماركتنج؟ يعني هم بيبيعوا ماركتنج سولوشنز، بيبيعوا ديجيتال ماركتنج للمؤسسات الطبيه. فحسيت اوكي دي حاجه شبهي شويه. انا بشتغل وانا في الجامعه اشتغلت في الماركتنج، كنت بمسك بيجز، ويعني اشتغلت في الحته دي حبه حلوين، وده هيطلعنا النقطه هكلمكم عنها خلال ثواني. واوريدي عندي السكيلز بتاعت السيلز، فليه لا؟ ودخلت الشركه دي عشان اشتغل سيلز في ميديكال ماركتنج ايجنسي، وابتديت اشتغل واجيب فعلا ديلز للشركه واعمل علاقات والدنيا تمشي معايا كويس. بس كان في حته كده مقرقاني، انتوا هتلاقوني دايما بقول لكم على الحته دي. الحته دي مهمه قوي يا جماعه، الصوت ده انتوا محتاجين تسمعوه، الصوت اللي بيقول لكم في حاجه مش مريحه، في حاجه مش شبهي، في حاجه، يعني في حاجه غلط. الصوت ده بيبقى مهم، لو سمعناه هيعرفنا كتير عن نفسنا. كان عندي مشكله في شغله السيلز، الشغلانه دي مهمه جدا واحنا محتاجينها، بس هي كل الفكره انها ما كانتش بدلتي، ما كانتش مكاني. الفكره منها ايه؟ الفكره ان طبيعه شغل السيلز انك تقريبا طول النهار بتشتغل. فانا كان عندي مشكله شويه في حته ان انا وقتي مش ملكي ومش في ايدي، اللايف ستايل بتاع الشغلانه كلها ما كانش مريح، بلس ان التنافسيه اللي جوه الشغلانه اصلا عرفت بعد كده ليتر اون ان هي حاجه مش شبه شخصيتي خالص. يعني فكره السعي ورا التارجت والجري ورا التارجت، انا شخص بيقدر اصلا يعني اللو بيس والحياه الريتم الهادي وفكره تميز الانسان وان انا بركز في ورقتي، وده مش شبه خالص فكره السيلز اللي طول الوقت بتخليك تتحرك وبتجري وبتسعى عايز تلحق التارجت عشان تاخد الكوميشن بتاعتك. فالشغلانه كده وصلت فيها اللحظه، يعني في موقف ما حصل، كانت القشه التي قسمت زهر البعير، وساعتها قلت انا مش هشتغل الشغلانه دي تاني. فده يعلمنا حاجه مهمه جدا جدا جدا، ان الشغلانه اللي انت فيها محتاجه تكون الايند مع الفاليوز بتاعتك. يعني ما ينفعش انا اكون شخص بيحب رتم الحياه الهادي وبيحب الانديفيدواليزيشن والتميز ان احنا كلنا متميزين مش بنتنافس مع بعض، يروح يشتغل سيلز. هي شغلانه معتمده طول الوقت ان انت بتجري وبتسعى، هي الشغلانه طبيعتها كده. فانت بتحتاج لما تروح لمجال جديد يكون المجال ده الايند، متماشي مع القيم بتاعتك انت واللايف ستايل بتاع حياتك والشكل اللي انت عايز تمشي بيه حياتك. فده كان الدرس المستفاد من هذه التجربه. انا شايفه الناس عماله واتشنج بس مش شايفه اي كومنتس، فانا محتاجه ان انتوا تطمنوني ان انتوا سامعيني موجودين. طيب خلصنا هذه المرحله وبعدين دخلنا على مرحله جديده. ايه هي المرحله الجديده دي؟ انا وقفت وقفه وقلت انا مش هشتغل الشغلانه دي تاني. طب هنعمل ايه؟ رجعنا تاني لنقطه نوت، هنعمل ايه دلوقتي؟ الفتره دي اتفتح قدامي مجالين. المجال الاولاني كان مجال التدريب، لقيت شركه بتبحث عن ترينرز في مجال رياده الاعمال، ويعني دي حاجه بالنسبه لي كانت يا سلام الله، انا هدرب في المجال اللي انا بقالي 4 سنين بشتغل فيه، اللي انا سافرت منحه امريكا درست فيه رياده اعمال وجيت ان انا اشتغلت في اماكن لحاضنات رياده الاعمال، فكأن كانت الشغلانه بتناديني. فدخلت هذه الشغلانه بالتزامن مع ان في حد من النتورك بتاعتي لما ابتدى يشوفني بتكلم عن رياده الاعمال كتير وهكذا، جه عرض عليا جوب اوفر في الستارت اب بتاعته.
فانا كنت بشتغل ساعتها شغلانتين، بشتغل مدربه في الويك اند ولما يكون في بروجكتس عايزيننا فيها، وبشتغل ماركتير وماسكه الماركتنج بتاع ستارت اب من الستارت ابس. وده يعلمنا برضو حاجتين. الحاجه الاولانيه هنا واللي انا اكتشفتها ان الحفرقه اللي انا حفرقتها وقت الجامعه والحاجات الكتير اللي كنت بعملها وقت الجامعه ما كانتش هباء وما كانتش حاجه. انا فاكره الناس كانت ساعات بتنتقدني اللي هو انت بتعملي ايه يا بنتي وانت بتشتغلي دايما شغلانات ما حدش فاهم انت بتعملي ايه. بس انا فهمت بعد كده انا كنت بعمل ايه، لان ده الحاجه اللي الناس كانوا بيشوفوها هو انت بتعملي ايه وايه الحاجات اللي مالهاش علاقه ببعض اللي بتدرسيها. دي حاجه اسمها مالتي بوتنشالايت بيبل او الاشخاص متعددي المواهب. في ناس ربنا خلقهم بيعرفوا يشتغلوا شغلانه واحده ويكملوا فيها عمرهم كله وهو ده مركز ابداعهم، وفي ناس تانية لا، جوكرز تلاقيه بيشتغل هنا وبيشتغل هنا وبيشتغل هنا وقادر يعمل ده حلو ويعمل ده حلو ويبدع هنا ويبدع هنا. هو ربنا خلقه كده، هو ربنا خلقه ما يعرفش يثبت في حته واحده، ما يعرفش يعمل حاجه واحده طول المسار. هو نقطه قوته اصلا الكونكتيفيتي ده، فكره التنوع بتاع المهارات اللي عنده. عرفت بقى قيمه الحته دي، لان لولا الحفرقه دي ما كنتش هتجيلي الفرص دي بكل سهوله في كل مره كنت بوقف فيها شغل او بسيب فيها مجال او بسيب فيها شركه معينه. فدي اول حاجه. تاني حاجه اتعلمتها هنا هي الترانسفيربل سكيلز. دي نقطه مهمه جدا 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 جدا، لان بشوف الناس لما بتيجي تشفت الكارير بتخاف من فكره هو انا يعني لو سبت المجال اللي انا شغاله فيه بقالي 10 سنين انا كده ضيعت عمري. لا، انا ما ضيعتش عمري. ليه ما ضيعتش عمري؟ عشان في حاجه اسمها الترانسفيربل سكيلز او المهارات التي تنتقل معاك من مجال الى اخر. فمثلا بما ان انا يعني نص الكوميونتي اللي عندي صيادله، لو انا كنت شغال مدير صيدليه وقررت اسيب المجال خالص واعمل حاجه تانية تماما ملهاش اي علاقه بالصيدله، هل ده معناه ان انا هبتدي من الصفر؟ قولوا لي كده رايكم. يعني هكون ببتدي من الصفر وما عنديش حاجه؟ الاجابه لا. الاجابه ان انت دايما عندك حاجه، لان كونك كنت مدير في صيدليه ده معناه انك كنت بتتعامل مع ناس، يعني معناه ان عندك فريق، كان معناه ان انت كنت بتظبط فاينانشالز الصيدليه، ده معناه ان انت عندك تكنيكال اكسبرتيز اصلا. فكل الحاجات دي لما هتروح مجال جديد هي بتتنقل معاك. لما جيت اشتغل في مجال التدريب ده كان بالنسبه لي الجنه حرفيا. يعني انا بعلم الناس ودي حاجه بالنسبه لي يا الهي، ده دي الحته بتاعتي. وبعلم الناس مش في مجال، ده مجال انا في وقت من حياتي كانوا يسموني روان السيد انتربرينورشيب، من كتر ما انا ما بعملش حاجه في حياتي غير ان انا بشوف الحياه من منظور رياده الاعمال، من منظور حل المشاكل، من منظور البروبلم سولفينج، ومنظور الديزاين ثينكينج. انا حياتي كلها في فتره فعلا من حياتي انا كنت اميرسد في المجال لدرجه انا بشوف الحياه من نظارته. فانا في مجال عندي فيه اكسبيرينس محترمه جدا وبعلم الناس وبشوف الامباكت بتاع شغلي قدام عينيا. يعني انا لما بروح تدريب الناس دي بتطلع بمشاريع، الناس دي بتكسب فلوس، الناس دي بتعمل بيزنسز وبتبتدي تحقق ارقام وبتبتدي تشتغل. فكنت فاكره ساعتها الكلام ده في 2019 2020، كنت فاكره ساعتها ان انا خلاص عرفت انا عايزه اعمل ايه في حياتي، انا لقيت الحته بتاعتي. وكنت من اشطر المدربين في الشركه اللي انا بشتغل فيها. وده مش بس شطاره من روان، جزء كبير منه يعني الاساس ان هو توفيق ربنا، بس اللي عايزه اذكره بقى هنا جنب توفيق ربنا والجزء الالهي، السعي بقى بتاع البني ادم، هو فكره الترانسفيربل سكيلز اللي بكلمكم عليها. ان انا لما جيت ادرب انا كان عندي سيلينج سكيلز قديمه، فلما بتكلم بقول لهم انتوا محتاجين تروحوا تكلموا الكلاينتس، انا عارفه ازاي بنكلم الكلاينت. كان عندي ماركتنج اكسبيرينس محترمه جدا، فانا عارفه ايه هي التكنيكس اللي احنا بنستخدمها عشان نعرف نسوق. فانا مش مجرد مدربه وخلاص حافظه الكونتنت وجايه تدي للناس، لا، انا عندي هاندز اون اكسبيرينس، والحته دي بتفرق. فهو انت بتشفت من كارير للتاني، بس كل اللي فات من عمرك انت بتاخده، فده بيميزك غير حد هو كل اللي بيعمله هي الحاجه دي. فدي نقطه مهمه جدا. وفعلا انا الفتره دي يعني كنت دربت اكتر من 1000 متدرب، اشتغلت مع مؤسسات كتير، GIZ، USAID، اشتغلنا مع جوجل، يعني عملت حاجات كتيره قوي في الفتره بتاعه التدريب. ولكن ولكن ايه، كان دايما في حته مش مرتاحه لها قوي. ايه بقى الحته اللي انا ما كنتش مرتاحه لها؟ احنا كنا بنستلم في الشركه دي المانيوال بتاع التدريب، بنذاكره وبنروح نشرحه للناس. بس بما اني شخصي، حاجه انا اول مره اقولها اونلاين كده قدام الناس، انا عمري ما اديت تدريب
بالمانيوال بتاع اللي انا اخداه من الشركه. كان دايما لازم احط التاتش بتاعي، يعني كان بنوصل نفس الاوبجيكتيف وبنعلم التول بس بعملها بطريقتي. وفي مره بتكلم مع خطيبي اللي هو جوزي حاليا وابو مسك، وبقول له على اللي انا بعمله ده. قال لي على فكره اللي انت بتعمليه ده حاجه اسمها انستراكشنال ديزاين، ده اسمها تصميم تعليمي، وانت على فكره لو دخلتي الحته دي هتنوري فيها جدا وهتبدعي فيها جدا. فقلت ايه؟ قلت جرب. زي ما قلت لكم في اول لايف خالص، التول هي ايه؟ هي الكي وورد السحريه. جرب جرب، مش تخسر حاجه. وجربت. هنا بقى يعني نقطه فاصله وستيج مهمه جدا جدا من حياتي، ودروس كتير جدا اتعلمتها في المرحله دي. انا لما دخلت الشركه، انا كنت ساعتها ابتديت اتعرف في مجال رياده الاعمال، وابتدى اسمي يبقى معروف، ابتديت اعمل ورك شوبس باسمي، يعني كنت واصله لحته كويسه وحلوه في رياده الاعمال. لما جيت اخش مجال الانستراكشنال ديزاين او تصميم برامج التعلم، تصميم المناهج، ابتديت كانترن ببلاش. ما كنتش عايزه اي حاجه وقتها غير اني عايزه اتعلم الصنعه، عايزه اتعلم الشغلانه. فابتديت ان انا داخله مع شركه، انا مش عايزه حاجه منكم غير انكم تعلموني وتدوني فرصه اجرب. وفعلا هو قد كان. قعدت شهر في الشركه دي بتعلم، باخد بقى كورسات اونلاين وبذاكر وبدح وبفهم المجال عامل ازاي. وبرده هنا في نقطه مهمه جدا، انا كنت بشتغل في التدريب وبعدين رحت لمجال تصميم البرامج، اللي هم اتنين بيقعوا تحت امبريلا واحده في النهايه، يعني الاتنين تحت مظله الليرنينج اند ديفلوبمنت او التعليم وتطوير التعلم وتطوير الافراد، فهم تحت امبريلا واحده، ولكن كل مجال فيه بحر واسع وكبير وتفرعات كتيره جدا 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 جدا. فلما دخلت مجال رياده الاعمال زي مجال تصميم برامج، كنت عايزه اتعلم الشغلانه. قعدت انترن شهر، وبعد شهر الحمد لله اثبتت نفسي، والشركه قالت لي احنا عايزينك معانا. هنا بقى يعني شدوا سطر كده وخدوا نوتس كتير وخدوا حاجات. يعني انا بالنسبه لي بعتبر ان دي كانت علامات فارقه ودروس فارقه معايا في حياتي. اول حاجه لما تحب تنقل من مجال للتاني، نحي الايجو بتاعك شويه، يعني حطه على جنب شويه. انت ممكن تكون جامد في مجال ومعروف في مجال وشاطر في مجال، بس في مجال تاني ما تعرفش عنه حاجه، فمفيش مشكله من ده. يعني مفيش حد في الدنيا عارف كل حاجه، فمفيش مشكله اكون شاطره في حته وفي حته تانية انا محتاجه اقعد فيها في مكان التلميذ واتعلم واسمع. فدي حته فرقت معايا، لان انا لما دخلت انستراكشن ديزاين، على الرغم ان انا عامله حاجات وبرامج بقى وصور بتنزل على السوشيال ميديا وحركات، انا دخلت المجال دوت تلميذه تتعلم من استاذ. نيجي بقى للاستاذ. انا هفضل ممتنه يعني حياتي كلها ان انا يوم ما اتعلمت تصميم تعليمي اتعلمته على ايد دكتور احمد سيف، وهو يعني له كل الكريدت ان ده الراجل اللي علمني يعني ايه فعلا انستراكشن ديزاين. كان في حاجتين في هذا الشخص. اولا انه كان يعني حرفيا بيصحح لي السكريبتات اللي انا بشتغلها وبكتبها في الفتره دي. وتاني حاجه ان احنا الاثنين كنا بنتفق في فاليو كده عندنا، يعني بنتقابل في ملكوت الله ان احنا الاثنين نفسنا نغير شكل التعليم في مصر، فاحنا الاثنين الفاليوز بتاعتنا الاين، فاحنا الاثنين قادرين نمشي مع بعض، واداني المساحه. وعلى ذكر المساحه، الشركه اللي كنت بشتغل فيها هي ستارت اب، شركه كانت لسه يعني شركه صغنونه لسه بادئه، بس فيها من الحماس والابداع والطموح ان هم عايزين يكبروا. هم فعلا دلوقتي ما شاء الله عليهم موجودين في الوطن العربي، موجودين في اوروبا، يعني لفوا الدنيا كلها، وشركه كبيره يمكن فيها 30 40 موظف يعني. ف هنا بتسال نفسك سؤال مهم جدا، لو انت عايز تشفت يور كارير، انا محتاج ايه من الشركه اللي انا هروحها؟ ايه الواي بتاعتي؟ انا عايزه ايه؟ لان لو انا عايزه مساحه وعايزه كرياتيفيتي وعايزه مساحه تعلم واخد مساحتي اصلا، فانا محتاجه اروح للستارت ابس، لان الستارت ابس هي اللي عندها الحته دي، حته ان هتديك مساحه التجربه وجرب ومفيش مشكله وهنمشي معاك. غير الويل استابلشد كومبانيز اللي هي شركه كبيره مؤسسه ليها سيستم وكل حاجه فيها متستفه ومعروفه، فانت جاي تكمل الدور اللي هم راسمينهولك. لكن فكره ان انا اخلق حاجه جديده ما كانتش موجوده، اقترح افكار جديده، دايما هتلاقي المساحه دي موجوده اكتر في الستارت ابس. فلو انت هدفك انك تجرب وتتعلم وتغلط وتطلع بافكار مجنونه، انصحك جدا 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 بالستارت ابس في هذه المرحله. وحقيقي يعني هذه المرحله انا بحب مرحله بدايه الانستراكشن ديزاين دي جدا، لان الشركه دي
من خلالها انا اشتغلت مع وزاره السياحه، مع وزاره التربيه والتعليم. البنت اللي كانت متضايقه من مستوى التعليم في مصر شاركت في تصميم منهج اولى ثانوي الخاص بالتعليم الفني. اشتغلت مع وزاره التنميه الاقتصاديه، فاتحطيت في اماكن بالنسبه لسني وقتها كانت حاجه كبيره جدا جدا. وحتى الان في فيديو على موقع وزاره السياحه خاص بالتعريف بمعبد ابو سمبل للاطفال. الفيديو ده اللي كاتبه السكريبت بتاعه، دي حاجه انا بحبها جدا واحب جدا اتكلم عنها. كملت في المجال. هل انا بقى لما رحت هنا، في سؤال مهم جدا، هل لما رحت لمجال الانستراكشن ديزاين انا سبت الحاجات اللي كنت بعملها قبل كده والرياده الاعمال؟ الاجابه لا. وانا انستراكشن ديزاين انا كنت لسه بشتغل في مجال رياده الاعمال وبحبه، بس ايه اللي حصل؟ ابتديت انتقل الحاجات اللي بنزلها او البروجكتس اللي بشتغل فيها، وابتدى شغلي يتحول من مجرد التدريب للكوتشنج. فكان اسمي ساعتها entrepreneurship كوتش، بقعد مع ستارت ابس، بقعد مع مؤسسين الشركات one on one sessions، بنقعد نظبط فيها البيزنس بتاعهم ويخشوا مسابقات ويقدموا على حاجات. وكنت بحب الشغلانه دي على فكره، يعني دي حته مساحه من المساحات اللي ما كنتش اعرف ان ليتر اون هتبقى الكوتشنج هو حياتي بقى وهو شغلي. وهنا عايزه هايلايت حاجه مهمه جدا، احنا لما بنيجي نعمل كارير شيفت ما بنخشوش بصدرنا، يعني اللي هو ايه، يلا انا هسيب المجال ومش مهم ويلا نروح للمجال الجديد. لا، بيتلعب بذكاء. يعني ايه بذكاء؟ يعني انا عمري ما نطيت من مجال للتاني الا وانا حاطه رجلي في المجال الاولاني، عندي فول تايم جوب بشتغلها وبجرب وبتست وبستكشف المكان التاني لحد ما احس باللحظه اللي بتقول لي اتس تايم، او اللحظه اللي قلبي بيحس فيها ان لا، روحي الحته الثانيه دي، الحته الثانيه دي انت هتنوري فيها اكتر. فالترانزيشن اللي بيحصل من شغلانه للثانيه بيحصل بتمن على فكره. يعني المرحله بتاعت الترانزيشن دي مش مرحله سهله، انت بيبقى عندك شغلانه ووظيفه، وخصوصا بقى يعني الكلام ده انا كنت ساعتها سنجل، دلوقتي بقيت ام وفي زوجه وعليا مسؤوليات وعليا ادوار، ففي دايما جزء تمن كده بيدفع، محتاجين تكونوا عارفين عنه ان لا، انا وانا بعمل كارير شيفت انا هبقى ببذل مجهود اضافي، هبقى بتعلم حاجات اضافيه، هبقى في وقت كبير بحطه في تعلم المجال الجديد لحد ما اثبت نفسي فيه، وبعدين اقدر اخد الستيب بتاعه النقل ديت. واستمريت في مجال الانستراكشن ديزاين وفضل معايا لحد ما اتجوزت. وساعتها فاكرين لما كنت بقول لكم اعرف الواي بتاعتك واعرف انت عايز ايه؟ لما اتجوزت واولوياتي اتغيرت، كنت ساعتها بدور على مكان الريتم بتاع شغله هادي، مش كوربريت لايف، مش 9 to 5، مش شغلانه بنجري فيها ومشاريع كتير وحاجات كتير. فكان ساعتها المكان الامثل ليا، انا ساعتها دخلت الجامعه الامريكيه في سكول اوف بزنس اكزيكتيف اديوكيشن، ودي اخر فول تايم جوب انا اشتغلتها بالمناسبه. ساعتها دخلت الجامعه الامريكيه عشان زي ما قلت لكم ستايل الجامعات مختلف شويه عن شغل الشركات، فكان ده هو الحاجه الكومباتبل معايا وقتها. واستمريت في هذه الشغلانه الى ان عارفين في مرحله كده في الحياه توصلوا لها بيبقى عندكم ايدياز كتيره قوي وعايزين تتكلموا فيها، عايزين تقولوها، زي اللايف بتاع النهارده اللي هو انا عندي ارج بتقول لي في حاجه انت عندك محتاجه تقوليها للناس النهارده. ف المرحله دي قعدت تكبر معايا، وخصوصا مع الحمل. زي ما انتم عارفين، انت اتكلمت عن ده كتير في مجتمع مسك. فتره الحمل انا جالي اكتئاب حمل، وبعد ما فقت منه، يا جماعه انتوا ليه ما حدش بيتكلم عن الصحه النفسيه للحوامل؟ ليه الجزء ده ما حدش بيتكلم عنه؟ فيوم عن يوم كان الارج ديت والصوت اللي جوايا ده بيكبر ان احنا محتاجين نعمل حاجه في الحته دي، لحد ما جت اللحظه وانا في الشهر السابع اللي قررت فيها ميلاد مجتمع مسك. وقررت انا لسه الصبح فول تايمر في الجامعه الامريكيه، انستراكشن ديزاينر، بصمم دبلومات وبصمم برامج وبصمم كورسز، وبعد الظهر انا بعمل دوائر دعم للسيدات نتكلم فيها عن تحديات الحمل والامومه. فادي مجتمع مسك اتبنى وانا لسه رجلي في حته ثانيه. ودخلت مجال الدعم النفسي، وبعد شويه وقت من ميلاد هذه دوائر الدعم اللي كنت بعملها بشكل مجاني في الاول، حسيت ان انا عايزه اخد الموضوع into more professional level. فدرست ساعتها دبلومه الكوتشنج، وبعد شهور عديده اتخرجت وبدات ساعتها اعمل جلسات فرديه، كل ده وانا لسه في فول تايم جوب صباحا. والمرحله دي كانت مرحله طحنه شويه، عشان يعني انا بتكلم عنها دلوقتي فيري ايزي انه فيها فلو، بس هي كانت مرحله صعبه، لان انت تقوم حاجتين، يعني تقوم بزنس او تقوم حاجه وعندك اوريدي مسؤول بشغلانه
حاجه مش سهله، خصوصا بقى لو انت ام كمان، فاحنا كده يعني ايه، دي قدرات خارقه. و دخلت مجال الدعم النفسي ودرست كوتشنج، ومن الكوتشنج قعدت بقى في المجال ده خلاص. لقيت بقى نفسي ساعتها بطلت حتى شغل الانتربرينورشيب كوتشز، لان بقيت اركز اكتر على الانسان اكتر من البيزنس. فبقيت مهتمه قوي بالنفس البشريه. يعني انا كنت بقالي سنين كتير انا بشتغل على نفسي، بشتغل على روان، على رحلتي انا الشخصيه. ساعتها ابتديت احس ان لا، انا عايزه اتعلم اكتر واخد اكتر. وتقريبا كل سنه، يعني ستارتنج من 2022 انا كنت كل سنه باخد دبلومه. 2022 اتخرجت من الكوتشنج، 2024 كنت في الارشاد في مدرسه المشوره، 2025 انا بدرس ثيرابي. ويعني حاسه ان المجال ده المجال اللي فتح لي دراعاته. وكأن سبحان الله كل اللي فات ال10 سنين اللي فاتت دي كانت تجهيز لهذه اللحظه، كانت تجهيز ان انا الاقي نفسي في الحته ديت. انا ما كنتش اعرف من 10 سنين ان روان السيد اللي في كليه صيدله المستاءه من كليه صيدله ديت هتبقى النهارده كواليتي ليفنج كوتش، بتكلم الناس ازاي ينظموا حياتهم وازاي يقدروا يوصلوا لفكره الحياه اللي انا حباها دي، والحياه اللي انا بصحى كل يوم متحمسه اعيشها ومتحمسه اعمل حاجه فيها، وحاسه ان ليا اثر، وحاسه اني بعمل حاجه في الدنيا، او دي رسالتي في الحياه اصلا. بس كانت الحاجات كونكتنج كده، كاننا وي ار كونكتنج ذا دوتس. الصوره بتتكون والبازل بيتكون حته حته عشان توصل للحته دي. وبس كده دخلت بقى خلاص المجال النفسي، وهير وي ار في الحته اللي احنا بكلمكم فيها. خلوني كده اعمل ريكاب سريع عايزه اشوف الساعه كام. ريكاب سريع احنا اتكلمنا في ايه. كويس ان اللايف ما عداش نص ساعه. اهم الافكار اللي انا اتكلمت فيها في هذه اللايف حاولت المهم بما اني بحب الزتونه يعني، فقلت اعمل لكم ملخص كده ايه هي اهم الافكار اللي انا ناقشتها في خلال هذا اللايف. كونتها في كلمه ايه، PMS RRE، وكل حرف فيهم بيريفير لحاجه. اول حاجه P for A، for حاجتين، for personality and for perspective. personality يعني ايه؟ يعني انت عشان تعرف تلاقي الشغلانه احلامك ووظيفه احلامك والحته البدله بتاعتك والحته اللي هتنور فيها، انت محتاج تعرف نفسك. انا عرفت نفسي بالهارد واي، اللي هو طريق ايه، يلا نجرب ونشوف. برمي نفسي في البحر وبجرب، والله لقيت الشغلانه عجباني والحاجه شبهي تمام، ما لقيتهاش مش شبهي بمشي وبسيبها واروح حته تانيه. زمان برضو يعني من 10 سنين ما كانش الكوتشنج والدعم النفسي مشهور قوي زي دلوقتي. فدلوقتي في اسسمنتس كتيره جدا جدا تعرفك انت مين، تعرفك مهاراتك ايه، تعرفك نقاط قوتك ايه. انا شخصيا يعني بشتغل على واحده منهم اللي هو نقاط القوه الشخصيه في شغلي اصلا في الكوتشنج. اعرف انت مين، ومش مجرد انك تطلع بريبورت اللي هو والله انا عندي المهارات الفلانيه. دلوقتي بقى كل اسسمنت ليه الناس المتخصصين اللي دارسينه اللي يقدروا يساعدوك فعلا ويقولوا لك تفصيصة كل صفة عندك او كل نقطة قوة عندك او كل سترينث عندك دي ممكن تفيدك ازاي في حياتك الشخصية والعملية. فاستغلوا فكرة ان انا اعرف نفسي. انا مش بعرف نفسي بالاسسمنت بس، انا بعرف نفسي كمان. اعتقد ان دي التول اللي عمرها يعني اكتر تول ساعدتني في الحياة هو الريفلكشن. انا بعرف نفسي بالريفلكشن. بعد كل تجربه بخشها انا بقعد اسال نفسي انا اتعلمت ايه، وايه الحاجات اللي انا عكيت فيها ومش عايزه اعك فيها تاني، وايه الغلطات اللي عملتها، وايه الحاجات اللي احب اكررها تانيه، وايه الحاجات اللي اكتشفتها عن روان اصلا في هذه التجربه. الريفلكشن تول عظيمه جدا جدا اللي هي بتتمثل في الجورنالينج مثلا، انك تعرف نفسك او تعرفي نفسك اكتر. في الاخر انا هدفي من الكارير شيفت مش مجرد فكره الكارير شيفت انها حاجه ترندي ولطيفه، على قد ما هي حاجه بتساعد الانسان يقرب لنفسه، بتساعد الانسان يبقى فعلا سعيد. احنا بنقضي تلت عمرنا في الشغل، فما ينفعش الشغل اللي بقضي فيه تلت عمري ده ما اكونش بحبه ولا الاقي نفسي فيه ولا حاسه ان هو بيعمل فرق او بيضيف لي شيء. فدي فور بيرسوناليتي. تاني حاجه المنظور، البرسبكتيف. افتكروا دايما ان انتوا مش بتبتدوا من الصفر. لما بنغير من مجال لمجال احنا بيبقى عندنا منظور مختلف عن اي بني ادم تاني بيخليك فعلا متميز. فكرة ان انا باجي نظارة ريادة الاعمال اللي كنت بشوف بيها الانستراكشنال ديزاين فرقت معايا جدا وخلتني دايما عندي افكار فريش، عندي منظور مختلف. فهذا المنظور مش هيكون موجود غير لو انت عندك السيت اوف اكسبيرينسز الكتير دي، التجارب المتنوعه الكتير. ادي اول حرف في الزتونه بتاعتنا. طيب تاني حاجه M for A، M for mindset.
دي محتاجه عقليه معينه، عقليه البيجنر او عقليه المبتدئين. دي الحاجه اللي فعلا فرقت معايا وساعدتني. ما تستكبرش على العلم، محدش كبير ان هو يتعلم حتى لو عنده 70 سنه. والناس اللي فعلا الواحد كل ما بيكبر ويقابل ناس بقى سابقينه بيعرف ان اكتر ناس متواضعه هي اكتر ناس عندها علم، لان هم عرفوا الزتونه ان العلم ما بيخلصش. فانت مهما عرفت ومهما اتعلمت ومهما كان عندك خبرات لسه في مساحه تعلم كبيره جدا 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 موجوده. فالبيجنر مايند سيت والليرنر مايند سيت، عقليه المتعلم والتلميذ دي اللي بيقعد يسمع لحد سابقه وعنده خبرات اكتر منه وعنده علم اكتر منه، هتفرق معاك جدا لو انت عايز تتميز في الكارير اللي انت هتروحه ده. فاكرين لما اتكلمنا عن الايجو، نحي الايجو وخليك دايما عندك الليرنر مايند سيت، خليك دايما عينيك مفتحه ودانك مفتحه وعايز تتعلم، لان ده هيفرق معاك جدا جدا. تاني حاجه في المايند سيت عايزه اقولها الامبوستر سيندروم. اسمها نظريه المحتال. اللي ما يعرفش عنها هي ان الناس الشاطرين مش بيحسوا غالبا انهم شاطرين، بيحسوا انهم بينصبوا على الناس. احب اطمنك لو انت حاسس هذا الاحساس الداخلي اللي بيقول لك لا انت لسه ما وصلتش، انت لسه صغير، فدي علامه يعني غالبا علامه كويسه وانديكيشن كويس. ليه انديكيشن كويس؟ لان مش بيحس كده غير الناس الكويسه. الناس اللي هي ما يعرفوش حاجه بيفتكروا ان هم جامدين جدا. بس ما تخليش الامبوستر سيندروم دي او هذه العقليه توقفك انك تجرب. يعني انا لما جيت دخلت الجامعه الامريكيه الجوب ريكويرمنت بتاعت الشغلانه بتاعتي كانت بتتضمن ان شغلي اللي يشتغل في هذا المكان يكون معاه ماجستير في الاديوكيشن، وانا ما كانش معايا ماجستير في الاديوكيشن وقدمت واتقبلت. فلو كنت خفت واخدت ستيب باك، لا الموضوع مش شبهي، لا انا ما عنديش الريكويرمنتس الكافيه، ما كنتش هخش المكان دوت واقضي فيه 3 سنين. فالحته دي مهمه قوي. جرب، يعني جرب وما تخافش. حتى لو يعني خيشت اديك عرفت، مفيش مشكله. فده فور المايند سيت. طيب الاس فور سكيلز. هفضل اقولها ترانسفيربل سكيلز. مفيش مجال انت بتسيبه وتروح لمجال تاني وبنعمل الت شيفت ديليت كده للتجربه بتاعتك وخبراتك ونقول نرميها في الزباله ونبتدي على نظافه. لا، مفيش الكلام ده. انت دايما بتروح بالسكيلز اللي عندك، اللي هي على فكره بتبقى اكتر حاجه بتميزك، بتخليك مش شبه الناس اللي موجوده في هذا المكان. طيب التريبل بي عندنا people. اقصد مين ببيبل؟ اقصد اختار مديرك كويس جدا جدا جدا. الشخص اللي انت هتشتغل تحت ايده وهتتعلم منه انت محتاج تختاره. انت محتاج تختاره. ومش بس مديرك، لو انت مثلا عايز تجرب مجال جديد وبتاخد فيه كورس، عايز تعرف كده المجال كومباتبل معايا، عايز تعرف يعني تفهم كده المجال عن قرب فبتدرس عنه اكتر، اختار الترينر اللي انت هتدرس معاه او المنتور بتاعك. لان في ناس كتير بتتكلم كويس بس الخبره الحقيقيه بتحتاج شويه تدوير، انك تدور على حد عنده خبره حقيقيه. الناس دي اللي هو كل كلمه من بقهم بتبقى فعلا بسنين خبره، بتجارب كتير. فاختار الحد ده لان هو هيفرق جدا معاك. وعلى ذكر البيبل، على فكره او فكره اختيار الناس، اي مجال في الدنيا يا جماعه بيبقى فيه له نو هاو كده، يعني له دخله، له زتونه نسميها زتونه. انت ممكن تقعد تدرس في تكنيكس وتدرس في طرق وتفحت نفسك دراسه وكورسات وما تكونش فاهم. عارفين الحته بتاعت الهيستوري اللي احنا كنا بنسيبها زمان في المعلومات الاسرائيليه بتاعت الدراسات دي؟ الحته دي طلعت مهمه قوي يا جماعه. المجال ابتدى ازاي، المجال الاسنس بتاعته، الكور بتاعت الشغلانه ايه، دي حته انت محتاج تفهمها. لو فهمتها اقدر اضمن لك انك تبقى شخص متميز جدا. ليه؟ لانك فاهم. ودي مش هيعرفها لك ومش هيقولها لك غير حد حقيقي اكسبيرينسد في المجال، غير حد حقيقي عنده خبره حقيقيه، غير حد حقيقي عايز يعلمك. ففكره انك تبقى فاهم الشغلانه طبيعتها عامله ازاي والاسنس والكور بتاعها هي مبنيه على ايه، دي حاجه مهمه جدا وفارقه جدا 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 جدا. زي في الكوتشنج كده احنا بنتعلم تكنيكس وبندرس طرق وبنتكلم عن العلاقه بيننا وبين الكلاينت، لكن يظل الكور بتاع الكوتشنج هو البارتنرشيب، الشراكه بينك وبين الكلاينت، وانك تقدر تسمع البني ادم اللي قدامك. شفتوا البساطه؟ حاجه بسيطه جدا الناس بتتعب فيها جدا جدا عشان تقدر توصل لها. فلو انا ما بعرفش اسمع انا عمري ما هكون كوتش شاطر. وكذلك بقى في كل المجالات. السيلز
والماركتنج مبنيين على انك تفهم احتياج الشخص اللي قدامك، فهمته هتعرف تقدم له السولوشن اللي يناسبه. فانت لو فهمت الحته دي، بصوا حته صغيره قد ايه بس فارقه، انك تبقى فاهم الاسنس بتاع الشغلانه اللي انت رايح عليها، الكور بتاع الشغلانه اللي عليها. ده for people. طيب place، المكان اللي انت رايح له زي ما اتكلمت، اعرف الواي بتاعتك واعرف انت عايز منه ايه. لو انا عايز تجارب، عايز مساحه تعلم، عايز افكار كرييتيف، روح للستارت ابس. لو انا عايز مكان اسيتل داون فيه واهدى ويبقى فيه ستراكشر واضح ويبقى فيه سيستم ويبقى فيه كل حد عارف هو بيعمل ايه، فاروح للويل استابليشد كومبانيز. حاجه من الحاجات اللي فرقت معايا جدا في حته البليس دي حاجه اسمها الفلاور موديل. الفلاور موديل ده احد التولز اللي الناس بتستخدمها في الكارير بلاننج. هي عباره كده عن مانيفستيشن او رسم لطبيعه الشغلانه المثاليه بالنسبه لك. بترسم كل حاجه، بترسم شكل المكان فيزيكالي عامل ازاي، بترسم مديرك. انا قبل شغلانه الجامعه الامريكيه دي انا كنت في القاهره وكنت مش مبسوطه خالص بجو القاهره، وكنت بتمنى اني اشتغل مكان فيه زرع. اشتغلت في الجامعه الامريكيه اللي فيها فدادين جناين اصلا. قلت ساعتها انا عايزه، انا قبل ما اعرف اصلا يعني قبل ما الفرصه دي تطلع قدامي اساسا، كنت بقول انا عايزه المدير الجاي ليا يبقى اكبر مني على الاقل ب 20 سنه. انا عايزه حد يكون سابقني كتير قوي قوي قوي، اتعلم منه كتير قوي قوي. ومديرتي فعلا كانت اكبر مني بكتير. فكل حاجه انت بترسمها تقدر تلاقيها. ودوروا على الفلاور موديل دوت، هيفرق معاكم كتير. تبقوا عارفين كده ورسمين شكل الجوبايه الجديده والوظيفه الجديده اللي عايز تروح لها شكلها عامل ازاي. طيب عندنا ايه كمان؟ عندنا ريسك. الكارير شيفت ريسك. الكارير شيفت ريسك، انت بتخش مجال جديد، مش هو مجال دراستك، موجود وسط ناس اقدم منك ودارسين عنك، فهو في ريسك. في ريسك، بس الريسك ما بيبقاش ريسك زي ما قلنا، مش بنخش ايه مغميين عينينا، بيبقى كالكوليتد ريسك، بيبقى فيه ويزدم. الحكمه هنا ان انا مش بنقل من مجال للتاني الا لما اتاكد فعلا ان انا عايزه اروح المجال ده. فدي حته هتحتاج تحسبها مع نفسك. وفاينانشالي على فكره تبقى مظبط امورك، لان دي نقطه مهمه. يعني انا ستيل ماشي واحده ست ومش ملزمه ماديا، ولكن انا عندي احتياجات شخصيه، ومتعوده من زمان ان انا طول الوقت معايا فلوس. فحته ان انت تبقى حاسب الانتقال من حته لحته دي حته مهمه، ومثبت رجلك في حته الى ان تتاكد وتتيقن ان هذا المجال اللي انا عايزه اروح له، فابتدي اروح له. واخر حاجه عندنا هي حرف الاي، واي فور ايموشنز. لازم اكلمكم عنها وقلت اختم بيها، وهي مشاعرك. جماعه ارجوكم اسمعوا الصوت اللي بيقول لكم في حاجه غلط، اسمعوا الصوت اللي بيقول لكم انتوا مش مرتاحين، اسمعوا الصوت اللي بيقول لكم في حاجه مش مريحه. سبحان الله، احنا جسمنا بيقول لنا لما نكون مش مرتاحين. يعني حتى لو دماغنا لسه مش عارفه تلقط هو المشكله فين، بس جسمنا بيدي اشارات دايما. فاحنا لو قدرنا نسمع صوت جسمنا دوت هيقول لنا الشغلانه دي مش مريحه، في حاجه ناقصه، انا مش مبسوطه، انا عندي اكتر من كده اديه. فالاصوات دي كلها if we connected ليها، لو قدرنا نتواصل معاها ونسمعها ونعرف المسج اللي هي جايه بيها، الرساله اللي هي جايه بيها، هتفرق معانا جدا 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 جدا. واكتر ايموشن عايزه اركز عليه النهارده هو ايموشن الفير، الخوف. المخرجين حاصرينه في ادوار الشر. الخوف يا جماعه كائن اليف والله، مش هو مش جاي يخوفنا. هو الخوف اساسه ان هو بيديك الارم كده، يقول لك خد بالك في حاجه هنا ممكن تخيش فيها. فبيبقى السؤال اللي انا محتاجه اساله لنفسي في هذه اللحظه، ايه الحاجه اللي محتاجه اعملها تطمني، تخليني اكثر هدوءا. الخوف بيخلينا اكثر حرصا، بيخلينا منتبهين اكتر، بيخلينا ساعات نبذل مجهود اكتر في حاجه فنعرف حاجات اكتر. فالخوف مش وحش، الخوف بس محتاج يتصاحب. لان لما بنصاحب الخوف مساحات كتيره قوي من الجروس ومساحات كتيره قوي من التطور هنعرف نشوفها لو صاحبنا. لكن لو مسكنا في الخوف وثبتنا فيه وحصل لنا جمود او فريزنج، فرص كتير مش هتجيلك، مساحات في نفسك مش هتكتشفها، وارض الله الواسعه دي ممكن نكون احنا بايدينا اللي بنضيقها على نفسنا. دي كده كانت زتونة الكارير شيفت. اتمنى لو في حاجه لمست معاكم كانت هايلايت بالنسبه لكم، نورت معاكم، تشاركوني بيها في الكومنتس. انا مش عارفه ليه انا مش شايفه اي كومنتس خالص، بس بعد ما اقفل اللايف هرجع اراجعها. ولو عندكم اي اسئله تقدروا تكتبوها لي في الكومنتس، وان شاء الله هخش ارد عليها كلها.
ولو هذا الفيديو فاتكم وفرق معاكم شاركوه مع ناس تانية، يمكن يفرق في حياتهم هم كمان ان هم يقدروا يوصلوا للكواليتي لايف اللي هم بيحلموا بيها. اشوفكم على الف خير وتصبحوا على خير.